بداية كده الفيديو ده مش هيعجب الاهلاويه. عايز احكي لكم قصه باريس سان جيرمان وايه علاقتها بالاهلي. باريس سان جيرمان في سنه من السنين عمل فريق العالم، جاب ميسي وجاب نيمار وكان عندهم امبابي وفي نفس الوقت كان عنده فيراتي وعنده دي ماريا وعنده بقى كوكبه من اللعيبه كده تخليه ياخد دوري ابطال اوروبا ده مرتاح. لكن المفاجاه ان اللعيبه دي كلها مع بعض كان فيها حاجه غلط، مع انهم جربوا عليهم مدرب واتنين بس برضه فيهم حاجه غلط. ما ينفعش الفرقه تبقى كلها معلمين. هو ده لب الحوار بالظبط. الاهلي نفس القصه بالظبط بيكررها. الاهلي عنده اسامه ابو علي لعيب سوبر، وفي نفس الوقت قام جايب له بن شرقي وجاب له تريزيجيه وجاب له كمان زيزو، ده غير اصلا بن رمضان وغير امام عاشور. فالاهلي عمل فريق برضه نفس الفكره بتاعت باريس سان جيرمان، فريق العالم، او بمعنى اصح بقى في افريقيا فهو بقى فريق افريقيا او فريق الاحلام في افريقيا. بس برضه نفس النقطه اللي بتشغل بال ناس كتير قوي، هو ينفع اصلا تبقى الفرقه كلها معلمين؟ وهو ده اللي عمله باريس سان جيرمان السنه دي واللي حقق المعجزه اللي ما كانش حد يتوقعها ابدا. باريس سان جيرمان بياخد دوري ابطال اوروبا ووصل نهائي كاس عالم للانديه. لكن باريس سان جيرمان اتخلص من كل اللعيبه اللي كانت عامله له ازمه، لكن حتى مبابي اللي كان النجم بتاعه وراح ريال مدريد في صفقه مفاجاه جدا، الناس كلها حست ان باريس سان جيرمان هيقع، بل بالعكس باريس سان جيرمان جاب لعيبه كلها جعانه كوره، ان كان ديمبلي ولا ان كان كفارستخيليا، وحتى بقيه اللعيبه اللي عنده في الفريق كلها نفسها تعمل حاجه. اشرف حكيمي لعيب استوى، حتى عنده فيتينيا لعيب طلعه من لا شيء وخلاه من اهم النجوم اللي موجوده في العالم. وهو ده بالظبط اللي بتكلم عليه، ان الفرقه ما ينفعش يبقى كلها نجوم، بس اهم حاجه يبقى كلها لعيبه جعانه كوره. انا عايزك تقول لي في الكومنت رايك بمنتهى الحياديه بعيدا عن انتمائك خالص، اذا كنت اهلاوي ولا زملكاوي. هل فعلا الاهلي بكل النجوم اللي عنده دي هيعرف يسيطر عليهم ويكون فرقه كبيره يبقى من اوائل الفرق اللي عملت فريق احلام ونجح معاها؟